عقلت ملي كانت 100 درهم كتمشي بها للسوق كتجيب الخضرات الديسير اللحم وكيشيط ليك الصرف باش تشرب قهوه. اليوم هاد الورقه ولات كطير في جوج خنيشات ديال التقديه وما كتبانش. واش المشكل فينا ما بقيناش كنعرفو نسيرو ولا المشكل في الفلوس اللي ما بقى فيها بركه؟ اليوم في نايام ايكو غادي نشرحوا واحد من اكبر الوحوش اللي كياكلوا لنا الصالير والمدخرات ديالنا بلا ما نحسوا. التضخم، لانفلاسيون. غادي نفهموا علاش كيوقع وكيفاش كيأثر على جيبك، والاهم كيفاش تحمي راسك منه. باش نفهموا الانفلاسيون خليونا ننساو الارقام الكبيره والتقارير الماليه ونهضروا غير باللي كنشوفوه يوميا. تخيلوا معايا هاد الدرهم في التسعينات كان هاد الدرهم هو سلطان، كان يجيب لك خبزه سخونه وشيط الظرف تشري به حلوه. في 2010 يلا كان كيجيب خبزه. واليوم كتمشي عند المخبزه كتقول لي عطيني خبزه كيقول لك زيدني 4 ريال وكتلقى الخبزه صغار في الحجم. هنا كنسولو راسنا واش الخبزة هي اللي ولات صعيبة في الصنع؟ لا، القمح والفران واليد العاملة باقين هما المشكل هو أن قيمة هاد الفلوس صغارت. هنا بمعنى آخر التضخم ماشي هو غلاء الأسعار وصافي، بل هو فقدان العملة للقوة الشرائية ديالها، يعني الفلوس اللي في جيبك اليوم غدا ما بقاتش قادرة تجيب ليك نفس السلعة. بمعنى آخر التضخم بحال واحد الضريبة خفية، وخا الصالير ديالك يبقى هو إلا كان التضخم طالع فراه في الحقيقة انت كتولي أفقر، حيت صاليرك ما بقاش كيقضي لك نفس الغرض اللي كان كيقضيه العام اللي فات. علاش هاد الوحش خرج لينا دابا بزاف غيقولوا فهمنا بلي الدرهم صغار، ولكن علاش هاد الشي واقع دابا بالضبط؟ واش غير هكاك؟ الحقيقة هي أن التضخم عنده جوج بيبان كبار كيدخل منهم لعندنا. الباب الأول ملي التكلفة كطلع، تخيلوا معايا المازوت غلا عالميا، الشحن في البواخر غلا، والقمح والزيت حتى هما غلاو. مو الشركه اللي كيصاوب لينا البسكويت ولا الزيت كيتقام عليه المنتوج غالي، شنو غيدير؟ واش غيخسر من جيبو؟ اكيد لا، غيزيد هذيك الزياده في الثمن النهائي اللي كنشريوه حنا. هاد النوع كيتسمى تضخم التكاليف، يعني الغلاء جاي من المصنع ومن الطريق. الباب الثاني ملي الفلوس كتولي كتيره والسلعه قليله. هاد الباب شويه كيدوخ ولكن ساهل. تخيلوا عندنا في السوق 100 ديال الكباش للعيد وعندنا 100 واحد كلهم عندهم الفلوس وباغيين يشريو. اش غيوقع؟ الثمن غيطير للسما حيت الطلب اكثر من العرض. ملي الدوله كطبع الفلوس بزاف وملي الناس كيبداو يشريو بشراهه والانتاج قليل، القيمه د الفلوس كطيح حيت ولات موجوده بزاف وكاع الناس باغيين نفس الحاجه. دابا فهمنا التضخم وفهمنا منين جا، ولكن السؤال اللي كيهمنا كاملين هو شنو ندير انا؟ واش نبقى غير كنتفرج فلوسي وهي كتنقص القيمه ديالها؟ كاينين 3 ديال الحوايج اساسيه خصنا نردو ليها البال في وقت التضخم. اول حاجه تجنب الكاش الميت، الفلوس اللي محطوطه في الدار ولا في كونط جاري ولو كونط كورون بلا حركه هي اكبر ضحيه للتضخم، القيمه ديالها كتذوب يوم بعد يوم. استثمار في الأصول، إذا كان عندك فائض فكر في حاجات كتحافظ على قيمتها مع الوقت بحال الذهب، العقار، وحتى الاستثمار في مشروع حتى الاستثمار في مشروع صغير كينتج شي حاجة الناس محتاجينها. آخر حاجة هي الاستثمار في النفس، هذه هي أحسن نصيحة. تعلم مهارات جديدة كتخليك تزيد من الدخل ديالك، حيت قيمتك في السوق هي الحاجة الوحيدة اللي كتطلع من هذا التضخم وما كتطيحش. في الأخير الاقتصاد ماشي غير أرقام كنشوفوها في الأخبار، الاقتصاد هو حياتنا اليومية وقراراتنا اللي كنتاخدوها كل نهار. إلى عجبكم هذا الشرح البسيط قولوا لنا في التعليق شنو هو المصطلح الجاي اللي بغيتو نفهموه بالدارجة، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش الفائدة تعم. كانت معكم نيام إيكو، تهلاو.